السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه في الجو البرد ده؟ طبعا افضل حاجة ممكن ناكلها دلوقتي في الجو دوت هو النابت. احلى حاجة ممكن نعملها. هنجيب كيلو فول من عند العطار او من اي مكان. الفولة تجيبيها لونها ابيض ويكون حجمها حلو كده وكبير عشان تدينا نتيجة حلوة في النابت. بصوا النبات منبتة كده والنبتة بتاعتها طلعت كده جميلة جدا. شايفين اجيبها. الفول دوت انا نقعاه في المية بقاله يومين في المية، يومين بالظبط. وبعد كده بصفيه من المية كويس واجيب فوطة نظيفة او قماشة، وبعدين احطها على شكل طبقات كده، يعني شوية فول وبعدين طبقة من القماش وبعدين شوية فول وبعدين طبقة من القماش، بحيث ما يريحش على بعضه او يعمل رطوبة ويبوظ مننا. احنا طبعا في الشتاء انا بعمل الحركة دي وبسيبها بره عادي، بره التلاجة عادي، بغطيه كويس واسيبها بره التلاجة عادي. لكن لو في الصيف نعمل الحركة دي، الخطوة دي، وبعدين نحطه على رف التلاجة. دلوقتي انا حطيت مية مغلية، حطيت عليها نص معلقة كمون كبيرة ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود واربع حبات من الحبهان وثلاث ورقات من اللورة وبصلتين مقطعين وطماطميتين كبار. طبعا الطماطم والبصل ده على حسب الاحتياج اللي انت عايزاه، اذا كنت بتحبي الطماطم كتير او البصل كتير. حطيت حوالي 4 معالق كبيرة خل، وبعدين نضيف الفول. لازم نحط الفول في المية والمية تكون بتغلي، ما ينفعش نحطه والمية ساقعة علشان الفول ما ينشفش مني، يجمد كده وما يستويش. دلوقتي بحط الليمون. فايدة الخل والليمون بيخلي المية تفضل فاتحة كده وبيضة والنابت ما يسودش منك خالص. وطبعا هو بيغلي كده بقى احط الملح بتاعه واظبطه، يعني هياخد حوالي نص ساعة او 45 دقيقة حسب النقع اللي انت نقعاه. انا طبعا بعد ما بلفه في القماش بسيبه كده حوالي 3 ايام قبل ما اعمله، يعني يومين في المية واسيبه في القماشة حوالي 3 ايام بالظبط. لازم يعدي عليه كده 5 ايام في الخطوات دي علشان يديكي افضل نتيجة للنابت وتلاقيه نبت كده وطلع النبتة بتاعته دي كده، يبقى طعمه حلو جدا. ودي كانت وصفتنا النهاردة للفول النابت. عايزة تزودي المية براحتك، بس لما تحبي تزودي المية على النابت وهو بيستوي اوعي تضيفي مية من الحنفية او مية ساقعة، لازم تكون المية من الكاتل او مية مغلية. ما ينفعش تحطي مية ساقعة والا الفول هيبوظ منك ومش هيستوي. وكده خلصت وصفتنا، والف هنا وشفا.